هسميه رورو. النهارده هيكون معانا افكار واحلام كبيره من واحد طفل عبقري اسمه ريان. هيقول لنا على احلامه وافكاره والحاجات اللي اتعلمها في مجال التكنولوجيا. ازيك يا ريان؟ ازيك ريان؟ انت عندك كام سنه؟ 5. 5. سنه كام؟ FS2. انت بقالك كام سنه بتدرس روبوتس والتكنولوجيا؟ 1 year. 1 year. سنه واحده. سنة واحدة. طيب شطور. ايه بقى اللي انت درسته واتعلمته في الروبوت بقى في السنه دي؟ في حاجة بتنزل في المون وكل البلانيتس. ايه الحاجه اللي بتنزل في المون والبلانيتس بقى كلها دي؟ زي كده روبوت مش بينزل لوحده، عنده كتير رجلين حواليه وسيركل كده. ومحدش بينزل عنده، بيقول لنا ينفع نروح هناك ولا لا. وده بيتحرك بقى وانت عملته بيتحرك وبينزل فوق المون؟ بيطلع فوق وينزل تحت لوحده. ازاي بقى بيطلع وينزل؟ بالسنسور والكود. وانت عملت له، انت بنيته وحطيت له فيه سنسور وعملت له، كتبت الكود بتاعه؟ عملت له بروجرام؟ شطور. وعملت ايه تاني غير طيارات كده بتضرب بعض وتقعد تحارب بعض في السبيس. وانا وثبت صاحبي في الطيارات، يعني في الطياره بتاعتي. عملت الروبوت اللي بينزل على مارس، بس ميركوري قصدي. ميركوري. ده روبوت ده غير اللي بينزل على المون مش كده؟ غير اللي بينزل على كل البلانتس والمون. هو ده بينزل على ميركوري بس. ميركوري بس. عملت حارس في جون بيقعد يصد بيتحرك. بيصد الكورة. بيقعد يتحرك. بيصد الكورة. بيشوف الكورة ازاي؟ بس السنسور بيخليه يتحرك من غير ما يشوف. بالكود. وعملنا طيارة بتقعد تعمل تروح يمين وشمال كده. اتعلمنا مش عملت بوت؟ عملت بوت يتحرك قدام وورا كده. بس كل دول انت عملت لهم كود؟ حطيت فيهم موتور وسنسور؟ خليتهم يتحركوا. طيب وانت دخلت مسابقة؟ السنة دي انت في مسابقة ايه؟ الاركيولوجي. يعني ايه بقى اركيولوجي؟ بتاع الاركيولوجيست بيتعلم حاجات عن الجسم والحيوانات. والكلية بتاعته اسمها اركيولوجي. بيعمل ايه بقى؟ وكمان بيحفر في الارض في حتت بعيده والاهرامات وكده. وبيلاقي حاجات زي ليفز وحاجات، ومثلا فازة قديمه وكده. سمعت عن حاجه اسمها AI؟ ايه بقى موضوع AI ده؟ مثلا لو عايزين AI يوصلنا في حته بعربيه، يوصلنا من غير سواق. العربيه تسوق نفسها؟ وايه كمان؟ لو احنا حطيناه مثلا في البيت وعايزينه يعمل لنا كوبايه شاي، بيعملها لنا من غير حد ما يعمله. من غير حاجه خالص؟ هو نفسه يعمله؟ بنفسه وبس. بيعمل كل حاجه ليه ده؟ وده اللي اتعلمته. انت عارف الفراعنه؟ بيعملوا ايه الفراعنه؟ عملوا الاهرامات. ولما الكينجز بيموتوا بيحطوهم في الاهرامات. وبعديها احنا الاركيولوجيست لقاها ولقى توت عنخ امون. شاطر. طب انت عارف الاهرامات اسمهم ايه؟ 3 اهرامات الكبار؟ الكبار؟ طب ما تيجي نسال AI كده، قول له ايه اسم الاهرامات ال3 اللي موجودين في مصر؟ ايه الاسم بتاع الاهرامات ال3؟ طيب الأهرامات ال3 المشهورة في الجيزة أسمائها هي هرم خوفو وهرم خفرع وهرم منقرع. دول هم الأسماء اللي بيتعرفوا بيها. هرم خوفو وخفرع ومنقرع. شفت بقى؟ عارفة كل حاجة. انت شاطر وسألتها. لو في أي حاجة انت عاوز تعرفها تسألها تقول لك عليه. انت بتحب بقى تروح وتدرس تكنولوجي وتدرس روبوت بحب كل ده. وبتعمل بقى كود وتبني بقى الروبوت وتبني الحاجات دي. وعامل ساعات ليجو في البيت. تعمل ايه في البيت؟ مثلا في يوم انا عملت ساتلايت. بجد؟ عرفت بس مش ساتلايت حقيقي يعني. مش اشكال حلو. بس الساتلايت ده بقى الحقيقي بيعمل ايه؟ عارف؟ بيودي الشبكة. شبكة ايه؟
الشبكة بتاعة الموبايل، ان موبايل. احنا نعرف نتصل ونعرف نعمل كل حاجة، كل الحاجات دي في الموبايلات. انت نفسك يبقى عندك روبوت صاحبك في البيت؟ اه تسميه ايه؟ نفسي. رورو؟ اه حلو رورو ده. طيب تخليه يعمل لك ايه بقى في البيت؟ مثلا يلعب معايا، يلعب معاك ايه؟ يلعب معايا مثلا استغمية. استخبى منك وهتعرف تجيبه؟ اه عارف. تعرف طبعا. انت بتقول لاصحابك اللي هم ما تعلموش بقى روبوت ولا حاجه زيك كده، بتقول لهم ايه؟ علم روبوت عشان هتحبوه. عشان هتحبه. طب انت عايز تطلع ايه لما تكبر؟ جيش. جيش؟ تبقى اه ظابط؟ اه انت شطور اه خالص. ماشي يا ريان، قول لهم باي باي بقى لاصحابك. باي.